يسر إخوانكم بقناة القسنطين الدعوية أن يقدموا لكم هذه المادة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلدنا تأمرنا وزارة الشؤون الإسلامية بفعل البدع بعد الصلوات الخمس، تأمر الأئمة بذلك، فإن لم يفعل الإمام هذه البدع أوقف عن الإمامة. يقول: بعض الأئمة من أهل السنة يفعلون هذه البدع مع اعتقادهم لبطلانها. لا يجوز هذا، ما يجوز هذا. يعتزل الإمامة إذا كان لابد من فعل البدعة، يعتزل الإمامة، ما يبلغ، ولا يجوز له يأخذ الإمامة ويفعل البدعة ويقول أنا ما نويتها وأنا أكرهها لا تفعلها. لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. نعم. والراتب اللي تأخذه في هذه الإمامة التي يلزمونك بالبدع الراتب حرام هذا. نعم. ثم يقول حفظك الله: ونحن الأئمة إنما نفعل هذه البدع لأجل أن نستمر في دعوة الناس إلى عقيدة التوحيد والسنة. تدعوهم بدون الإمامة وبدون راتب الإمامة، تدعوهم ولا حد رادك لا تدعو إلى الله. نعم.